السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللي احنا شايفينه ده يا جماعة سمك فيليه انا عملته، وعملت سمك سنجاري ورز بالخلطة زي ما انتوا شايفين، وعملنا هنا شوربة السي فود وسمك مقلي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله، والكابوريا اهي، اللهم صل على النبي. وعملنا زي ما انتوا شايفين سمك سمك مكرونة قليناه. بصوا الكابوريايه جميله ازاي، وقسمناها برضو. وعملنا الاكله دي بتكلفه قليله جدا. طب هتقولي يا اسماء ده السمك غالي، اقول لكم تعالى اقول لكم جايباه منين وعملت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللي احنا شايفينها دي مكرونه سويسي، اللي هي المكرونه الصغيره. طب جايبه الكيلو بكام يا اسماء؟ واحنا بنسمع كيلو ب80. انا عايزه اقول لكم في مكان قريب من المرج عند محطة المترو أي نوع سمك ب40 الكيلو. يعني الجندوفلي ده كان 2، الواحدة ب25. يعني الشوية اللي انتوا شايفينهم دول ب25 جنيه. الجندوفلي اللي احنا بنسأل عليه بره غالي وأسعار غالية. لا 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 لا، هناك المكان ده اي حد عايز يعرف المكان ده فين يكتبوا لي في التعليقات وانا اوصفه لكم بالظبط. ودي كابوريا انا اسمها 2 على فكرة، كلها نتاية مش دكر. هتقولي لي يا اسماء الكابوريا فيها نتايه وذكر؟ فيها نتايه وذكر. النتايه بتبقى ايه؟ خفيفه، انما الذكر بتبقى تقيله وبتبقى ملحمه. وده سمك فيليه غالي شويه، جبناه ب60 جنيه او ابو 100 جبناه ب60 جنيه. وده اصابع الجندوفلي زي ما انتوا شايفين. أكلة السمك دي كلها زي ما انتوا شايفين. يعني أنا جبت نص 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 نص، يعني ما كلفتنيش، يعني 20 كده 40 60 كده كده 60. ودوت كان هناك ب45. فجبت كيلو، طبعا قطع 2، يعني ما دخلتش على يعني 120 120 110 كده. أكلة السمك اللي انتوا شايفينها دي عملتيها ازاي يا اسماء؟ والله هناك الاسعار رخيص. وفي معلومه كلكم يعني هتستفادوا منها. ايه هي؟ دي الكابوريا كانت صاحيه، والله العظيم كانت صاحيه. وقرصت اختي ام يوسف كذا قرصه وعورتها، لان انا طبعا استحاله ومن رابع المستحيلات امسك اي حاجه حيه. انا عندي فوبيا ان انا امسك اي ولا فراخ ولا اي حاجه تكون كده ماشيه كده على الارض ان انا المسها بايدي، استحاله. فانا عايز اقول لكم الكابوريا كانت صاحيه، فالحمد لله يعني. هنا انا الخلطه بتاعتي، انا حضرت الخلطات اللي انا هستخدمها لجميع انواع السمك. بصل، خضره، الخضره عباره عن كرفس وكزبره وشبت وبقدونس، وهنا قطه مفرومه وتوم وفلفل احمر، فلفل اسود. هنا بقى للتوابل فلفل اسود، كزبره، بابريكا، اسمه ده كمون كتير، وحبه الاصفر ده الكاري. وهنا فلفل الوان وجزر وليمونتين. انا هنا هستخدم مع الليمون خل. انا هنا جبت طبق هعمل حاجه حلوه قوي في 10 دقايق. والله العظيم الاكله دي ما اخدت في ايدي 10 دقايق. ليه؟ لان انا رتبت حالي. طبعا احنا كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم بالخير واليمن والبركه. داخل علينا رمضان، فهنحتاج ان احنا نعمل اكل وحلويات وعصاير كله في وقت واحد. طب هنعمل ايه يا اسماء؟ هقول لكم هنعمل ايه. رتبي حالك الاول مع التفريز، اللي احنا حلقات التفريز اللي انا هنزلها، وكله هيبقى على طول باذن الله. هنا انا نزلت بالفلفل الاحمر والثوم وهرسته زي ما انتم شايفين، وهننزل عليه بالتوابل. هنصلي على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انت شايفه كده انا نزلت بالتوابل كلها مره واحده، وهبتدي اعمل تتبيله واحده للسمك كله. هو السمك كله كل طريق السمك ليها تتبيل، بس التتبيله دي بتستخدم لكل السمك، مقلي، مشوي، سنجاري. حتى لو انت هتستخدمي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حتى لو انت هتستخدميه حتى في شوربه السي فود. هنا انا هحط كرفس وكزبره وشبت وبقدونس، فرماهم في الكبه مع الكرفس مع بعض، بيديني طعم حلو قوي. معلومه، ان الكرفس بيشيل اي زفارة سمك، وبيخلي طعم السمك ملوش حل، وبيوديكي في حتة تانية. ايه الكرفس؟ الكرفس ملوش حل، بسم الله ما شاء الله عليه، وحاجة طبعا مفيدة لينا. هنا انا عصرت الليمونتين كاملين مع التوابل اللي انتوا شايفينها، تمام. وهننزل هنقلبه، طبعا هنقلب التتبيلة دي كلها، تمام.
وهننزل هنا بنص كوبايه من الخل، تمام، مع التتبيله دي. زي ما انتوا شايفين ده خل مش ميه، دي نص كوبايه من الخل، تمام. وهنقلب التتبيله دي كلها كده مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. التتبيله دي جميله جدا، كتير قوي ياكل مني السمك ويقول ملوش حل، وملوش زفاره. طبعا في ناس كتير كانوا بيسالوا، والله كنت بقول لهم عليها. بس انا قلت بقى النهارده انزل لكم حلقه السمك دي، مع اني عملت معاكم السمك المشوي وعملت معاكم السمك البلطي لما عملناه سنجاري وفتحناه. اللي ما شافنيش واول مره يشوفني او اول مره يتفرج على الفيديو دوت، معاكم مطبخ خلطبيطه بالصلصه معصومه. لاول مره يتفرج عليا يخش على الفيديوهات بتاعتي هيلاقي حاجات جميله جدا. الخلطه تحفه وريحتها جميله جدا من غير مرغي ولدت كتير. انا هنا ابتديت ان انا اتبل السمك المكرونه، بصوا جميل ازاي وصغنن، تحفه جميل. هنا هنتبله ونسيبه ياكل مع بعض شويه. طب ايه يعني ايه اسماء ياكل في بعضه؟ يعني ايه يعني؟ اقول لكم ايه، يتطعم. الطعم ياخد معاه شويه، تمام. هنا هاخد شويه كده، جبت حاجه فاضيه، دي هنخش على التتبيله التانية. انا بقول لكم التتبيله التانية، تمام. التتبيله التانية ده هنعمل السمك السنجاري. هتعمليه ازاي اسماء؟ خدت شويه من التتبيله زي ما انتوا شايفين كده، وهناخد شويه من الفلفل الالوان، بيدي طعم جميل جدا. وهناخد شويه من القوطه المهروسه، هي عايزه تقطعي القوطه تمام، عايزه تعمليها في الكبه زي ما تحبي يا ست الكل. بصي يا نور عيني، التتبيله دي للسمك السنجاري حكايه، انسي ان جوزك يقولك عليها مش حلو، انسي. بسم الله ما شاء الله، عملتها الناس كتير. حتى لما كنت عامله موضوع الاكل كان معظم الاوردرات اللي بتجيني سمك، لان انا متميزه شويه مع السمك. والمفروض الاكله دي كنت عملت معاها العيش التركي، بس ما كانش فيه وقت. هعمل لكم حلقه ان شاء الله للعيش التركي. زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بالجزر وهنزل بنص كوبايه خل، على ان السمك السنجاري عشقه في الخل والليمون والملح والزيت. بيبقى ليه طعم تاني خالص، وتحطيه في الفرن تشمي ريحه ملهاش حل مع الكرفس. شفت التتبيله اللي انت شايفاها اهو يا نور عينيا، مش هتاخد في ايدك ثواني. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انت شايفه كده، انا زودت الملح شويه لان انا مش هحط له دقه، لان انا مش شاويه. لان انا لو شاويه سمك كنت حطيت له دقه، بس انا مش شاويه سمك، فانا هعمله سنجاري في الفرن. مش محتاج ان انت تحطي له دقه، وطعمه هيبقى جميل جدا جدا جدا. زي ما انت شايفه طبعا انا فتحت السمكيه 2 بالمقص او بالسكينه. انا هنا استخدمت بصراحه السكينه الاسرع لي. هنا نزلت اهو بالتتبيله زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. زي ما انت شايفه هبتدي املى السمكيه. التتبيله جميله جدا حكايه. انا بصراحه جوزي مش من عشاق السمك اصلا، هو ما بيحبش السمك، بس لما انا بعمله بيقول لي والله العظيم بيبقى ليه طعم تاني احلى من بره. فطبعا خبرة، يعني خبرة أمي الله يرحمها. ادعوا لها بالرحمة يا جماعة واحنا في الأيام المفترجة دي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة يا رب. أنا دايما بذكرها في كل فيديو لأن هي علمتني حاجات كتير، لأن ماما كانت شيفة جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين هنا انا تبلت السمك السنجاري وهندخله الفرن. هناخد الامور واحده واحده كده. تبلنا السمك المقلي وهنحطه ياكل في بعضه في التتبيله، يعمل مع بعضه. وهنا هنحط السمك السنجاري في الفرن. هنا انا حطيت، بتحطي نص كوبايه زيت، بس انا عشان عارفه مقداري كويس قوي حطيت نص كوبايه. طبعا اللي انتوا شايفينه ده زيت عربيات طبعا بتاع التومين، عادي ما تاخدوش بالكم، احنا بنستخدمه عادي. ده اللي احنا بنجيبه يعني. هنا هنعمل شوربة السي فود. حطيت شوية من الزيت، وهحط معلقة من او مكعبين من الزبدة. هنا الزبدة اللي انا هحطها اللي انتوا شايفينها دي الزبدة الصفراء اللي انا عملتها معاكم قبل كده. طبعا انا بستخدمها على طول، ما بجيبش سمنة من بره ولا بجيب زبدة. لما بتبتدي تخلص باخد حتة منها واكمل العلبة دي بتقعد معايا تقريبا اسبوع، وكويسة قوي يا جماعة. بتستخدمي منها كل حاجة وخفيفة على المعدة، وللناس اللي بتعمل رجيم. زي ما انت شايفة كده انا هبتدي اسيب الزبدة مع الزيت تسيح كده شوية زي ما انت شايفة كده. هنا هنسيب لما تسيح الزبدة مع الزيت، يسيحوا بس مع بعض كده عشان نبتدي نكمل الأكلة بتاعتنا. دي شوربة السي فود.
هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة وحاجة كده على قد الايد. زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجات كده من يعني مش هنقول ده بتبقى غالية بره دي، لا ان شاء الله هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة ورخيصة ان شاء الله. هنا هنزل بالبصل المفروم علشان نحمره مع الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، ونقطة الزيت. ليها اسماء حمرت البصلة، انا حمرتها علشان تديله طعم شوية وتخليه مطعم شوية. البصل من الحاجات الحلوة وبمعنى اصح بتدي طعم جميل قوي للشوربة. زي ما انتوا شايفين كده هنسيب بس البصلية تتحمر معانا كده شوية. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت البصلة تتحمر. هنزل بمعلقة من التتبيلة بتاعتي اللي انا عاملاها في اول الفيديو. هنقلبه شوية كده، هنقلبها لحد ما تحمر زي ما انتوا شايفين، وننزل بالخضرة اللي هي الكرفس وبقية التوابل. هنقلبها مع بعض. انا عايزة اقول لكم ريحتها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ريحتها جميلة قوي 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 بصراحة، جميلة جميلة. يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، فعلا حاجة جميلة. زي ما انتوا شايفين هنا نزلنا بالجزر مع القوطة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. هنقلبه، هنديله بس كده تشويحة كده خفيفة. تمام، يعني احنا نقلب المكونات مع بعض وتطعم كده مع بعضها. وننزل بالفلفل الالوان برضو، معلقتين كده من الفلفل الالوان تدينا برضو طعم جميل قوي قوي يا حبايب قلبي. بصوا هنا، يعني الطريقة دي استحالة ما يختلفش عليها اتنين، بسم الله ما شاء الله عليها. هنا انا هنزل انا قطعت الصوابع ديت، وقطعت السمك الفيليه زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اشوحه كده بالخلطة بتاعتنا. وهنزل بمكون مكون علشان الشوربة بتاعتنا. هنزل بالجندوفلي. طبعا الجندوفلي لازم ننقعه من الصبح ونعصر عليه ليمون وخل، علشان الجندوفلي بيبقى جواه رملة، علشان لما نعمل الشوربة ما نحسش ان فيها رملة وبتبقى غلط علينا. فلازم يتنقع، ده اهم حاجة يتنقع، هو والكابوريا. ويتنضفوا الكابوريا كويس قوي. انا نضفتها طبعا وقسمتها اتنين زي ما انتوا شايفين، وبس خليت كده كام واحدة كابوريا سليمة علشان خاطر الانسة ملك ما بتحبهاش متقطعة، مع انها اكلتها كلها مني. تمام، هنا انا قلبت الخليط كله مع بعضه بسم الله ما شاء الله، بسم الله اكبر، يا بركة بسم الله. وهنا هنقلب الخليط كله زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليه بمعايا باللبن والميه، وهنسيبها بس تاخد غلوتين. تمام، انا هنا لازم تتشوح معايا كويس. تمام، هنزل هنا بكوبايتين من اللبن. وعايزه تستخدمي كريمه لباني تمام، مش عندك كريمه لباني تقدري تستخدمي لبن. تمام، وهنا هننزل بشويه من كوبايتين كده 3 من الميه المغليه زي ما انتوا شايفين كده شكلها. بصوا شايفين الالوان بتاعتها، شايفين التتبيله مع الالوان، والله جميله قوي. تحس ان هي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني اللهم بارك يعني، وبألف هنا وشفا يا رب اللي ياكلها. زي ما انتوا شايفين كده اهي تحفه. طبعا انا ما كستهاش من الميه لان الموالح او الحاجات من البحر بيبقى داخلها، يعني هي هتنزل الميه بتاعتها مع الحاجه بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده هسيبها بقى ايه على النار. يبقى احنا كده عملنا كل حاجه. هنا معانا شويه كم، انا هنا السمك الفيليه ما عملتهوش كله النص كيلو، اخدت كام قطعه منه للشوربه وقلت هقلي الباقي علشان لو محدش اكل شو يعني شرب الشوربه يبقى كان ليه نصيب من الفيليه. زي ما انتوا شايفين كده التتبيله بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله عليه. هنتبل بيه لان ده هيتقلي، فنفس تتبيله الايه السمك اللي احنا هنقليه. طبعا الفيديو مليان بحاجات جميله، طبعا انصحكم انكم تكملوه للاخر. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. هنا هنعمل الرز اللي انا هعمله بالخلطه اللي هو البصل والفلفل والجزر، علشان يبقى كله ماشي على سيستم واحد بس الطريقه مختلفه. هنا البصل معانا يتحمر، هنحطه على النار بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. حطيت 3 معالق من الزيت على بصلايه مفرومه. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني الطريقه دي جميله جدا برضو للرز. الرز الصياديه انا عملته مره معاكم اللي هو الرز بالبصل، والرز الابيض للمشوي دوت، بقى الرز دوت للخلطه اللي احنا عاملينها. زي ما انت
شايفه كده انا هنزل بمعلقه من التتبيله مع البصلايه، بتديها طعم بسم الله ما شاء الله عليه جميل جدا جدا. بصي هنا يا حبيبه قلبي، الطريقه دي بتاعه الرز جوزك هيشكرك عليها، هيقولك انا في حياتي ما اكلت رز بالطعامه دي. وان شاء الله باذن الله تكتبي لي في التعليقات وتقولي لي تسلم ايدك يا ام حمزه، انا عملته كده وكان جميل. هنا هنزل بالفلفل، بنزل بالحاجه تدريجيا. الاول البصل يتحمر شويه مش قوي، اللي هو يبتدي يخش في السوا، ننزل بالتتبيله، وبعد كده ننزل بالفلفل، وبعد كده نجيب الجزر. برضو ممكن تحطي معلقتين من الجزر زي ما انت شايفه كده، وتقلبي التتبيله. عايزه اقول لكم الطريقه دي جميله جدا جدا، يا رب تعجبكم يا رب، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وان شاء الله الفيديو باذن الله يكون فيه حاجات وتقدروا تستفادوا منها باذن الله. هنا زي ما انتم شايفين هنا بسم الله ما شاء الله، انا نزلت هنا بمعلقه من القوطه برضو علشان كله يتبل مع بعضه وتتسبك كلها مع بعضها. يعني بسم الله ما شاء الله هنا بصوا ابتدت تكرمل كده وتاخد اللون الذهبي. يعني اللهم صل على النبي. ان شاء الله باذن الله ال السمك سوري انا اسفه، الرز مش هيعجن. في ناس هتقولي طب ما كده ممكن الرز يعجن. استحاله، استحالة، لان انت منشفاها ونزلتي المية اللي فيها، نزلتي المية في الحاجة الخضار اللي انت حطيتيه. هنا هنزل بمية مغلية بقدر مثلا 3 كوبايات مية مغلية، تمام، لحد ما المية تغلي معايا، وبعدين تنزلي بالرز. استحالة ان الرز يعجن منك. طبعا هنا انا الناس اللي سنة اولى جواز وما بيعرفوش يسقوا الرز، وبيقولك الرز بيعجن مننا يا ام حمزة. احنا عايزين نعرف نسقي الرز ازاي. هنا في حركة انا هعملها لكم، مش عارفة انا عملتها في الفيديو ده ولا الفيديو اللي فات، انك تحطي المعلقة في منتصف الرز، ولو مالت يبقى كده مظبوط. هنا هنبتدي نتبل السمك الفيليه. هنحط في اللبن، معايا هنا بولة من اللبن، تمام. هنحط في اللبن، هنحط في الدقيق، معلش في الاول هنحط فيه الدقيق، وبعد كده هنحطه في اللبن زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنعيد عليه تاني مرة بالدقيق. طريقتها جميلة جدا. انا عملتها. دايما بعمل السمك الفيليه كده، حابة تحطيه تاني مرة تمام، حابة تكتفي باول مرة اللي احنا عملناه بتبقى جميلة برضو. شوفي انتي اللي تفضليه انتي واولادك. طبعا هي ايد واحدة اللي انا شغالة بيها من هنا لهنا لهنا. ما انصحكوش تعملوا كده، لان انا لقيت ايدي في الاخر عجنت، غسلتها وبعد كده ابتديت اكمل الكمية. كانت حتى بتطلع في ايدي، يعني انا منصحكوش، يعني خلوا في معاكوا شوكة. بس انا عشان كنت مستعجلة وكنت عايزة اخلص افنش الفيديو، وفي نفس الوقت اخلص الكمية الاكل كله مرة واحدة، لان انا بقولت لكم ان انا ما اخدش في ايدي 10 دقايق. كمية السمك دي كلها اللي انا عملتها ما اخدتش في ايدي 10 دقايق، فكنت بشتغل باستعجال. لكن انا انصحكم بالشوكة او بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. انا ابتديت اخلص الكمية معايا بسم الله ما شاء الله. السمك الفيليه هوريهولكوا كان جميل. هنا الطاسة جبتها وحطيت فيها زيت، وهبتدي انزل. لازم تخلي الزيت يسخن وتنزلي بالسمك زي ما انت شايفة كده. السمك الفيليه هنقليه الاول، وبعد كده هنقلي السمك المكرونة. السمك الفيليه لانه هو علشان مش هيشرب مننا زيت بالطريقة ديت، وفي نفس الوقت مش هيعكر الزيت، عشان نعرف نستخدم الزيت تاني للسمك المكرونة. هنا انا هبتدي اقلي سمك المكرونة. بص انا بحطها في الدقيق وببرومها كده بايدي علشان تطلع مبرومة. هنا بصوا الواحدة بوحدتها ازاي ببتدي احرك الطاسة، تمام. وهنا خلصنا الرز زي ما انتوا شايفين. انا هنا بوريكم ان انا هغرفه هنا وانزله. مش بصوا ولا معجن ولا ملزق، وشه زي قعره. ولا بصوا انا هنا بغرف واوريكم ان مش ملزق مني ولا معجن ولا اي حاجه. والخضار اللي احنا حطيناه طالما سيبناه حمرناه شويه على النار بيبقى شكل الرز بالطريقه التحفه اللي انتوا شايفينها. خلصنا الاكل. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ ادي شوربه السي فود، وادي السمك المكرونه، وادي السنجاري طلع، وادي السمك الفيليه هقطعه قدامك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. اللهم صل على النبي عليه وقلبه ابيض. السمك يا جماعه
اهم حاجة فيه التتبيلة والغسيل بتاعه علشان الزفارة. وادي الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو بالخلطة اهو. بسم الله. طبعا عملنا وليمة والله يومين مفيش يا جماعة، يعني لأي حد عايز